لو انت بتسلقي الفراخ بتضيفي المية الاول في الحلة وبعدين تستني المية تغلي وتنزلي بالفراخ بتاعتك تتسلق، اعرفي ان الطريقة دي غلط، وصدقيني انك مش هتطلعي بنتيجة حلوة ابدا من طعم الفراخ او طعم الشوربة بتاعتك. يلا نشوف هنسلق الفراخ ازاي باحسن طريقة تاخدي منها احلى شوربة وكمان تاكلي منها احلى طعم للفراخ. اول حاجه معايا عندي بصلايه وسط وعملتها في الكبه، ممكن تقطعيها بايديكي مكعبات صغيره او في الكبه تطلعيها بالشكل ده، مش مطحونه او مفرومه قوي او ناعمه قوي، لا احنا عايزينها بالظبط بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، زي ما يكون مقطعينها على ايديكم. وبعدين نزلت بمعلقه صغيره مليانه من الملح، كمان هنزل بنص معلقه صغيره من الفلفل الاسود ونص معلقه صغيره من بهار الفراخ، ونقلبهم كده مع بعض، نخلي التوابل دي تختلط مع البصل تماما. والخطوة دي خطوة اختيارية، مفيش مشكلة لو مش حابة تضيفيها، هي كمان وبهار الفراخ مفيش مشكلة. هنا حطيت مش من مكعب المرقة كله، لا حطيت شوية من مكعب المرقة، وممكن كمان حبهان ورق لورا مفيش اي مشكلة. وخلاص بعد ما قلبتهم كويس جدا، طبعا الفراخ بتاعتنا مغسولة كويس قوي ومنقوعة في المحلول بتاعها، طبعا الغسيل انا عرفتكم ازاي في فيديو قبل كده. وبعد ما نطلعها من المحلول اللي احنا كنا ناقعينه فيها بنشطفها بالمية بس، وبنحطها في مصفى تنزل ميتها كلها قبل الخطوة اللي احنا بنعملها دلوقتي دي. نيجي بقى للخطوة اللي احنا بنعملها دي، شايفين انا بعمل ايه؟ ركزوا كويس انا بعمل ايه. انا باخد البصلة اللي انا متبلاها بدخلها جوه الجلد ومش بسيبها، انا يدوب بتبل الجلد بتاعي وبنزل البصلة، مش بس تحت الجلد كمان من فوق الجلد، وعادي فوق الجلد اسيب البصل مفيش اي مشكلة، وكمان من تحت زي ما انتوا شايفين انا بعمل ايه، كلها بغطيها بالتتبيلة بتاعتنا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كويس قوي. وبتعملي كده بقى كمية الفراخ بتاعتك كلها بالشكل ده بالظبط، وفي نفس الحلة بتسيبيهم وبتولعي بقى النار عليهم، وبتوطي النار، بتبقى نار وسط، ولا هي عالية قوي ولا هي واطية قوي، وبتغطي بقى النار عليها وتسيبيها لحد ما تبك وتشرب ميتها، يعني تنزل ميتها وتشربها، مش لازم تشربها ان هي تشربها لحد ما تلزق، يا دوب تشربها لو فيها نسبة مية بسيطة قوي مفيش اي مشكلة. وهنا كده كانت ابتدت خلاص، هنا نزلت ميتها بالكامل وخلاص بتبتدي ان هي تشرب المية، طبعا مش هنسيبها تشربها لحد ما تلزق، هتشوفوا دلوقتي. هنا خلاص هي استوت تماما، شايفين كده في المرحلة اللي انتوا شايفينها دي. انا بقى كنت مسخنة مية، يا اما في البوتاجاز في حلة يا اما على الكتل زي ما تحبي، وهتبتدي تكون مية سخنة تنزلي بيها على الفراخ بتاعتك، طبعا علشان ناخد منها شوربة ونستفاد بالشوربة بتاعتها. لو مش حابة تاخدي منها شوربة في اللحظة دي ممكن تستكفي بمرحلة انها بكت وشربت المية وتقدري تستعمليها وتاكليها براحتك خالص. وهنا كنت لسه منزله المية، ما ابتدتش ان هي تغلي، هنا كنت لسه حالا منزله المية عشان كده في فوران زي ما انتوا شايفين كده، بس ما جاتش مرحلة اول ما غليت، لكن هي اول ما غليت انا قفلت عليها على طول، كده كده هي مستوية معانا وتمام قوي. اول بقى ما بتقفلي عليها بعد ما بتغلي، طبعا مش في المرحله دي، هي كده هتبتدي تغلي واقفلي على طول، واول ما تقفلي عليها بتطلعي الفراخ بالشكل ده علشان ما تتهريش في الميه بتاعتك، وبالطريقه دي هتضمني شوربه ممتازه جدا ما فيهاش اي ريحه من الزفاره، وطعمها حلو جدا، طعم الفراخ نفسه واللحم نفسه حلو قوي، جربوا الطريقه دي هتعجبكم قوي. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، ولو عجبك ما تنسيش لايك وشير وسبسكرايب، وباي باي، اشوفكم الفيديو الجاي على خير ان شاء الله.